استاذ يحيى، زي حضرتك ايه الاخبار؟ انا كان ليا الشرف والله ان انا اقابل حضرتك، وكان نفسي لكن عندي بس ترتيبات ومواعيد كده، فتتعوض باذن الله. وبعدين احنا لازم نتقابل ونتكلم وتطلع معانا في لقاء كده وتشرح ان شاء الله بعد ما تستلم الفيلا كده ايه 1 باذن الله. حاجه هتفتح النفس ان شاء الله، ونسجل فيها فيديو كده محترم، وده هتبقى هديتك لينا ان شاء الله. شرفتنا طبعا. والله يا هندسه، انا ما كنتش متوقع بصراحه. ما شاء الله السيكونس اللي انتوا بتمشوا بصراحه في الشغل، سواء كان في اعمال تنفيذ في الفيلا والتركيز الماينورز الموجوده. يعني بصراحه ما كنتش متوقع، لان انا هي صراحه معظم الفيديوهات اللي بشوفها هي بالنسبه لي ما كانتش موضحه نقط كتير. انا راجل مثلا راجل مهندس ببص على نقط معينه، مش بتفرج فور فن. ففي نقط معينه انا ما بشوفش كده في الفيديو، بس لما دققت اول النهارده في الفيلا ودققت في الشغل بتاع في المصنع ورحت الفيلا مرتين. طبعا بروجريس بصراحه انا مبسوط منه، يعني بغض النظر ان انا ككلاينت وانت راجل صاحب شركه وده بيزنس في الاخر. بس انا مبسوط لان واحد من الناس، لما انا بالنسبه لي انا ادفع فلوس ما عنديش مشكله، بس ادفع فلوس في حاجه فعلا تستاهل. مع وجود الشركات الكتير اللي بتستخدم اساليب اخرى في ان هي تعمل شو اب جامد للشغل بتاعها وتاخد فلوس من غير ما تعمل شغل. لا انتوا ما شاء الله، انتوا فعلا اثبتوا انتوا حته ثانيه بصراحه. والله يعني عم علي النهارده ورينا تفاصيل كتير جدا في المصنع، وطبعا ضيافه كبيره. راجل يسلم، راجل بصراحه ما شاء الله عليه، يعني كده حته من الجنه كده يا عم علي. تفاصيل المطبخ بصراحه مش باينه في الفيديو، ما اضحكش عليك. في نقط انا شفتها في المطبخ فعلا دققت عليها بمقارنه بالشغل عندي مثلا، عامله قبل كده في الشغل اللي عندي مختلف. ما اضحكش عليك، مختلف بصراحه. فعلا سعر متر يفرق عندكم، بس كل حاجه فيها. يعني في نقط كتير انا خدت بالي منها، لان انا بتعرضت لمواقف كتير باظت مع حاجات باظت مني، لقيت كنتوا فعلا عاملين على ابديت لوحديكم وبتشغلين فيها. فشغل كويس ما شاء الله فعلا. والله الناس هناك كويسين جدا، والشغل تم كويس بروفيشنال، والفيلا بصراحه ماشيه بروجريس كويس، وان شاء الله تتم على خير واستلم منكم على خير باذن الله. وزي ما قلت لك او زي ما انت بتقول، يعني ان شاء الله مش هتبقى اخر حاجه والله. يعني هتيجي ان شاء الله في ماركتنج هيحصل من ناحيه باقي الناس او على الميديا، مفيش مشاكل. وان شاء الله ناس كتير جدا سالوني اصلا من اصحابي على اللي بتشتغل مع مين، قلت والله ما اقدرش اقول لكم انا بشتغل مع شركه اسمها ايفنت ديزاين، بس لما نخلص نشوف الفينش. العبره بالنهايات مش بالبدايات. خلينا نشوف الفينش ونشوف الدنيا، نشوف الكوست اللي حصل، كل الكلام ده كله. انا راجل مهندس بقعد اعمل كومبينيشن كده كامل واعمل احلل اعرف في الاخر. بس يعني حتى الان ما شاء الله انتوا نمبر 1 والله يا مهندس، كل التيم كله يعني بصراحه نمبر 1.